اخواتي في ثالثه اعدادي اجمعوا هنا كلكم، عايزاكم تكونوا موجودين. لو انت مراقب، لو انت ما بداتش، لو انت مذاكر ونسيت، لو انت مش مذاكر ونسيت، لو انت ايا كان واحد فيهم، لو انت في ثالثه اعدادي الفيديو ده ليك. هنعمل الفيديو ده هقول لكم ازاي تستغلوا اخر شهر علشان تجيبوا باذن الله مجموع عالي. بصوا انا اول مره اعمل فيديو ثالثه اعدادي اصلا، فان شاء الله الفيديو ده تفاعل هستمر في السلسله دي لحد ليله الامتحان، بحيث انت باذن الله تخش الامتحان باذن الله تقفل. انا خليك تقفل المواد كلها زي ما انا قفلت، ما عدا بس العربي ما قفلتش في الترم الثاني، قافله كل المواد تمام. مبدئيا كده اهم شهر في اي سنه دراسيه هي الشهر الاخير. الشهر ده بتقوم تذاكر، بتلم، تراجع، تحل، بص بتعمل معجزات في الشهر ده. انا هقول لك بقى ازاي تستغل الشهر ده كويس عشان تلم الخمس مواد اللي عندك، اللي هو عربي، انجليزي، رياضه، علوم، دراسات. الناس اللي عندها مشكله في الدراسات الفيديو ده ليكوا برده. جغرافيا وتاريخ، محمد علي مطلعين عيني، والله العظيم عندك حق. ده انت ما تخش بقى ثالثه ثانوي هتدرس عيال محمد علي مش محمد، عياله كلهم واحد كده هتدرسوا. اول حاجه كده قوم لي هات لي كشكول فاضي عشان نكتب فيه الخطه اللي احنا هنمشي بيها. يبقى انا هنحتاج ورقه بيضاء، نبدا صفحه جديده. اعتبر النهارده اول يوم ليك في ثالثه اعدادي، اول يوم تبدا ثالثه اعدادي. انت اصلا ما تعرفش ان انت طلعوكم من سته ابتدائي على ثالثه اعدادي على طول. اول يوم هتبدا فيه ثالثه اعدادي. هعمل ايه بقى علشان اقدر الم المنهج؟ بص يا عم، انت دلوقتي معاك ايه؟ عندك 6 مواد. لا انا عندي 5 مواد. لا انت عندك 6 مواد. لا انا عندي 5 مواد. لا انت عندك 6 مواد. انت ناسي ان انت عندك الرياضه دي لوحدها عباره عن جبر وهندسه. معلش تعامل معاها كانها مادتين. احنا عايزين ندي للجبر حقه وندي للهندسه حقه. الترم ده الهندسه سهله موت، يعني سهله موت جدا. هو اصلا عندك هندسه دي حاجه بسيطه موت. لما تخش الترم التاني باذن الله هتشوف الهندسه، مش بقلقك، بس هي هندسه جميله جدا وبسيطه ان شاء الله تقفلها. اول حاجه انت تبدا تكتب كل ماده اللي انت مرقمها. هتبدا العربي، الانجليزي، الرياضه، العلوم والدراسات. هتبدا تقسم الصفحه عندك لنصين، وتقسم كل نص ل3 اجزاء، ادي جزء وادي جزء. احنا دلوقتي عندنا الصفحه مقسمه الى 6 اجزاء، جزء مربع هنا ومربع هنا ومربع هنا ومربع هنا ومربع هنا ومربع هنا. هتكتب هنا العربي، وهتكتب هنا الجبر، وهتكتب هنا الهندسه، وهتكتب هنا الدراسات، وهتكتب هنا العلوم، وهتكتب هنا الانجليزي. تبدا تكتب الدروس اللي انت مرقمها في كل ماده. ولكن مثلا انت مرقم مثلا 10 دروس في العربي، 10 دروس في الرياضه، في الجبر 10 دروس في الهندسه، 10 دروس في كل مثلا ماده، 10 دروس. هتبدا تقسم اليوم عندك ل3 فقرات. الفقره الاولى هتذاكر فيها ماده، بعد كده تاخد ريست، بعد كده الفقره الثانيه هتذاكر فيها ماده وتاخد ريست، بعد كده الفقره الثالثه تذاكر فيها ماده، بعد كده تروح تنام، مفيش ريستات تاني. طيب انا همشي بقى اليوم ازاي بحيث ان انا اذاكر 3 مواد في اليوم وكمان احل على المواد دي؟ وكمان هقول لك اهم مصدر بيجي من الامتحان. انا هديك الفلاشه بتاعه الامتحان قسما بالله. المصدر اللي انا هديهولك ده على الاقل معاك 6 7 اسئله في الامتحان جايين وش. المهم الشهر ده معلش عايزين نضغط شويه ان احنا هنصحى الفجر. معلش تعالى نفسك شويه، هنصحى الفجر وهننام الساعه 10. ايه ده؟ وانا هذاكر كل ده كتير جدا. انت عايزه اقول لك ان انت في الفتره دي انت ممكن تذاكر كمان 4 مواد. والله العظيم انت اصلا عندكم الدروس بتبقى بسيطه، يعني مش زي دروس ثانويه عامه. الدرس مثلا ممكن يخلص في ساعتين لو انت سمعته على اليوتيوب. ان شاء الله كمان هحاول انزل لكم لينكات كده للمدرسين شرح وحل على قناه التليجرام. تمام، لو الفيديو ان شاء الله جاب تفاعل. طيب انت هتصحى الفجر تصلي الفجر، هتبدا يومك من الساعه 6. تمام، صحيت الفجر، صليت، قرات قران. اهم حاجه قراءه القران، والله يا جماعه بجد هتحس يومك حاجه مختلفه. قراءه القران هتبدا يومك من الساعه 6. هذاكر من الساعه 6 لحد الساعه 10. انت كده ذاكرت 4 ساعات. كده ذاكرت مثلا وليكن انت ذاكرت العلوم، سمعت الدرس من اليوتيوب، سمعته مثلا في ساعتين او ساعه، بعد كده قعدت ذاكرت الدرس في ساعتين مثلا. انت كده معاك حوالي مثلا 3 ساعات ونص، ادالك نص ساعه. هتروح اعمل ايه؟ فاتح لي كتاب المدرسه. ايه ده؟ انا معيش كتاب المدرسه، ما انا مش عارفه كتاب المدرسه اجيبه منين. هات لي كتاب المدرسه PDF، هات لي حد بيحل كتاب المدرسه، هات لي اي كتاب مدرسه عندك بتاع العلوم بتاع ثالثه اعدادي بتاع اي سنه. ابدا حلل الاسئله بتاع تعلل واختيارات والكلام ده. دي الاسئله اللي جالك في الامتحان. اسئله كتاب المدرسه هي اللي بتيجي في الامتحان اخر السنه. وبعد كده هقول لك المصدر الثاني اللي وش هيجيلك منه اسئله برده في الامتحان، عشان بس ما تقعدش تضيع وقت كتير في كتب كتير، او في كتاب المعاصر، او في كتاب الامتحان، او في كتاب نيو، او بص مفيش الكلام ده. ده المصدر الرئيسي اللي جاي منه الامتحان. تمام، بعد كده هذاكر من الساعه 6 لحد الساعه 10 زي ما احنا قلنا. بعد كده هتاخد ريست من الساعه 10 للساعه 11. انت كده قعدت عندك ريست شويه حلوين. من الساعه 11 لحد ما الدور يقدم معاك ساعه. الساعه دي هتقعد لي تحفظي فيها كلمات انجلش. احنا كده كل يوم معانا انجلش ثابت، كل يوم هنثبت انجلش. معلش تعالى نفسك، هنثبت كل يوم ساعه للانجلش. من الساعه 11 للساعه 12 الدور يقدم، هتقوم تصلي الدور زي الشاطر كده. قدامك اوبشن انت تنام ساعتين وتصحى العصر، لكن لو انت مفوق خلاص افضل صاحي. هذاكر تاني من الساعه 2. هنقول انت نمت ساعتين، تمام. لو انت ما نمتش ساعتين اقعد في الساعتين دول اقعد حل على العلوم اللي انت كنت مذاكره في اول اليوم. تمام، احنا نقول ان انت نمت لانك مثلا خلاص صاحي من الفجر وكده، هتنام ساعتين، هتصحى بقى قبل العصر، هتذاكر من الساعه 2 لحد الساعه 6. كده معاك 4 ساعات تاني. طبعا انت في الصلاه بتقوم تصلي، تمام، مش محتاجه اقول لك. يبقى انت دلوقتي هتذاكر لحد الساعه 6. وبعد كده هتاخد ريست من المغرب للعشاء. لا اما لو انت شخص دحيح وعايز ان شاء الله تبدا السنه، يعني عايز تبدا الشهر ده جد، هتقعد تحل فيه على الماده اللي انت ذاكرتها. لكن لو انت شخص يعني لسه بادي بقى ومش داخل في المذاكره، اقعد الكام ساعه دول ريست. وبعد كده ذاكر بقى من بعد العشاء
للساعه 8 يعني عشان تقدم الساعه 7 الساعه 8 هتقعد تحل فيه على الماده الثانيه اللي انت ذاكرتها، وبعد كده قدامك تاني من الساعه 8 لحد الساعه 11. لحد الساعه 11 هتذاكر الماده الثالثه اللي هي الاخيره معاك، وبعد كده هتنام من الساعه 11. وبعد كده هتنام من الساعه 11 لحد الساعه 5. يعني انت شوف هتنام قد ايه، انت هتنام حوالي 6 ساعات. 6 ساعات كافيين جدا، وكمان نمت لك ساعتين في اليوم، يعني انت نايم 8 ساعات حرفيا ما تاثرتش. يعني انت اصلا كبني ادم طبيعي فانت بتنام 8 ساعات كويس جدا، ده اصلا الطبيعي بتاع الانسان. تمام، يبقى انت كده هتذاكر 3 مواد في اليوم. هتحل من ايه؟ هتحل من كتاب المدرسه، ده المصدر الاول. تمام، يبقى انا عندي كتاب المدرسه ده المصدر الاول معايا. المصدر الثاني معايا اسئله الامتحانات بتاعه المحافظات، القاهره بقى، اسكندريه، جيزه، كل المحافظات. هتلاقي فيه سؤال كل ما انت تيجي تحل محافظه تلاقيه موجود. السؤال ده تنقله لي في كراسه على جنب، السؤال ده جاي لك تاني يوم من الامتحان. انا بقول لك عن تجربه، حليت كل الامتحانات بتاعه المحافظات، حليت كتاب المدرسه فقط. انا المصدر الوحيد اللي حليت فيه كتاب خارجي كتاب العربي، يعني ده الماده الوحيده اللي كتاب المدرسه بتاعها مش افضل حاجه، بس طبعا خد فكره عنه. لكن انا الكتاب الوحيد اللي استخدمته في ثالثه اعدادي خارجي كان في العربي. كل المواد المصدر الرئيسي بتاعي كتاب المدرسه. حليت كتاب المدرسه، حليت الامتحانات بتاعه المحافظات، انت داخل الامتحان مستعد، ادخل بقلب جامد باذن الله. باذن الله انت مذاكر، سامع الشرح، ذاكرت الدرس، حليت كتاب المدرسه، حليت الامتحانات، انت كده باذن الله ضامن باذن الله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان انت تقفل المواد. وعايزاكم تدعوا لي بس. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك للفيديو علشان اعرف ان الفيديو عجبكم فاستمر في سلسله. انا مش بقول لك اعملي لايك، انا بقول لك اعملي لايك عشان اعرف ان حضرتك الفيديو عجبك مش اكتر. تمام كده، بحبكم جدا، مش عايزاكم تقلقوا. ان شاء الله احاول انزل لكم فيديوهات سلسله ازاي تذاكروا علوم، ازاي تراجعوا العلوم، ازاي تراجعوا الانجليش، ازاي كل المواد، كل فيديو كده اتكلم فيه عن ماده معينه امسكها بالتفصيل الممل لك، ازاي تذاكرها وازاي تحلها وازاي تحفظ المعادلات اللي موجوده عندك، وازاي تذاكر الدراسات والاسماء اللي موجوده عندك والتاريخ والكلام ده كله. اكتبوا لي في الكومنتات. وبس كده، بحبكم جدا جدا جدا، ربنا يوفقكم، باي باي.